واش عمرك تخيلتي أن المنتخب المغربي ولا أغنى منتخب إفريقي في بطولات كأس العالم؟ والأكثر من هادشي كامل، أسود الأطلس جمعوا فلوس أكثر من جميع المنتخبات الإفريقية خلال آخر نسختين من المونديال برقم خيالي وصل 58 مليون دولار. ولكن السؤال اللي كيطرح راسه، واش هاد الأموال غير أرقام ولا هي دليل أن المغرب ولا قوة عالمية حقيقية في الكرة؟ اليوم غادي نكشف لكم الأرقام كاملة، وغادي نقارنوا المغرب باقي المنتخبات الإفريقية، وغادي تعرفوا علاش العالم كامل بدا كيحترم المنتخب المغربي. ابتسم في الجانب الآخر جمال سطايفي. أهلا وسهلا جمال. اهلا عبدو، تحيه النعيمه، تحيه الجمال، تحيه للمشاهدين والمشاهدات الكرام. بديتي باغنيه ديال السفر وانا كنتبعها، اغنيه رائعه جدا صراحه. ايضا ذكرتني انه بمحمد عبد الوهاب، مسافر زاده الخيال، فهناك من كان زاده الخيال، وهناك ايضا من كان زاده الواقع، وهناك ايضا من سافر طويلا ومن عاد بسرعه، من سيستفيد من سفره ومن سيبقى حيث سافر ولن يعود. سنعرضها في قادم الحلقات. دعونا نشاهد بعد خروج جميع المنتخبات العربية ماذا جنى العرب بالأرقام المؤكدة من هذه المشاركة. نبدأ بعرض الأرقام، حيث أن أرباح المنتخبات العربية أكثرهم المنتخب المغربي الذي سيتحصل على 21.5 مليون دولار، بينما المنتخب المصري سيتحصل على 17 مليون ونصف. منتخب الجزائر ثالثا سيتحصل على 13 مليون دولار ونصف، وباقي المنتخبات سواء القطري والسعودي الأردني والعراقي بالإضافة للمنتخب التونسي سيتحصلون على 12 مليون دولار ونصف. هذه الأرقام يا جمال سطايفي تبين بأن حتى وإن كانت هنالك مسارات وضعت من الفيفا لهذه الأموال، ولكن الاتحاد المحلي سيستفيد بكونه لو أجرى معسكرات، لو أجرى تعاقدات مع أطقم فئات سنية، لو أجرى بنية تحتية خاصة بالاتحاد، يبقى هو المستفيد الأكبر. وبالتأكيد يعني الأرقام المالية واضحة بالنسبة لما يمنحه الاتحاد الدولي للمنتخبات المشاركة. يمكن أن تضيف أيضا 10 ملايين دولار منحة المشاركة، بالإضافة لمليوني دولار بالنسبة لإعداد يعني كل منتخب. فبالتالي أقصى ما يمكن أن يصل إليه منتخب عربي هو ما وصل إليه المغرب، تقريبا 31 مليون دولار إذا أضفنا منحة المشاركة أيضا. فبالتالي الأرقام في كل الأحوال هذه المبالغ يعني ليست كبيرة جدا قياسا بالميزانيات التي تدار بها هذه الاتحادات، لأنه الميزانيات ضخمة جدا بالنسبة للاتحادات، مقاييس مختلفة طبيعة الحال، مع مقاييس مختلفة. هذا أمر يعني لا نقاش فيه، لأن المقاييس تختلف. طبيعة الحال عندما تشارك يعني في كأس العالم الاتحادات تجني أموال، ولكن كاين هناك رأس مال مادي هو الأرقام التي تحصل عليها الاتحادات، وكاين لا مادي أيضا حينما يعني تشارك في المونديال، صورة البلد، ترويج أيضا للبلد، مجموعة أمور أخرى يعني تربحها. الحضور في المونديال أيضا يعطيك إمكانية أيضا للاستثمار يعني في كرة القدم، لتطوير يعني كرة القدم في البلد، لأنه دائما أنت في حاجة إلى موارد مالية. وبالتالي السؤال هو ليس كيف نوزع هذه الأموال، لأنه بطبيعة الحال اللاعبين قبل المشاركة في المونديال هناك اتفاق مع عميد كل منتخب المنح التي سيحصل عليها كل لاعب في حالة الانتصار، في حالة بلوغ الدور الأول الثاني، في حالة بلوغ دور 16، في حالة بلوغ دور المجموعات. ولكن الأساسي هو استثمار لحظة المشاركة في كأس العالم، لأنه استثمار لحظة المشاركة في كأس العالم هو الأساسي. اليوم عدد من المنتخبات العربية شاركت يعني في المونديال، نتحدثوا على الأردن، العراق، السعودية، المغرب، مصر، الجزائر، تونس، فحضور كبير جدا. والاستثمار الحقيقي يكون فيما بعد المونديال، وكيف أنه تحافظ على حضورك الدائم، كيف ترفع سقف التطلعات، لأنه بطبيعة الحال بعض الاتحادات هذه منح كبيرة جدا. مثلا الأردن تحتاج إلى بنية مساعدة تسمح يعني ببيئة أنه تطوير أداء اللاعبين، تطوير الأندية، تطوير المنتخبات. تونس أيضا تحتاج أيضا إلى عمل كبير جدا. الجزائر أيضا لديها أيضا عدد من اللاعبين، ولكن تحتاج إلى منظور مختلف. مصر ممكن أن تستثمر أيضا في حضورها المونديالي. المغرب أيضا مع الحضور في الدورة الماضية والدورة الحالية أيضا سيتفتح له أيضا آفاق أخرى كيف تصل أيضا إلى مستوى أكبر. وفي كل الأحوال هذا يتطلب يعني أموال ضخمة جدا، هذه لا تمثل إلا الجزء اليسير مما يمكن أن تدار به اتحادات القارة. أتفق معك في جانب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم كاملين في دياز ماروك تي في. اليوم عندنا خبر كيأكد مرة أخرى أن المنتخب المغربي ما بكاش غير مفاجأة، ولكن ولا مشروع كروي عالمي كينافس الكبار.
المنتخب المغربي عزز مكانته كأكثر منتخب أفريقي تحقيقاً للجوائز المالية في بطولات كأس العالم خلال آخر نسختين، بعدما وصل مجموع المكافآت اللي حصل عليها إلى 58 مليون دولار. هذا الرقم ما جاش بالصدفة، وإنما نتيجة عمل كبير داخل وخارج الملعب. مونديال 2026. في نسخة كأس العالم 2026 المنتخب المغربي قدر يوصل إلى دور ربع النهائي، وهذا الإنجاز خلى يحصل على 31.5 مليون دولار كمكافأة من الاتحاد الدولي لكرة القدم. صحيح أن الجماهير المغربية كانت كتطمح توصل لأبعد من ربع النهائي، ولكن رغم الإقصاء المنتخب أكد مرة أخرى أن من بين أفضل المنتخبات في العالم. مونديال قطر 2022. أما إذا رجعنا المونديال قطر 2022 فالجميع كيتذكر هذا الإنجاز التاريخي. أسود الأطلس صبحوا أول منتخب إفريقي وعربي يوصل للنصف نهائي كأس العالم واحتلوا المركز الرابع عالمياً، وهذا إنجاز تاريخي منح المغرب مكافأة مالية وصلت إلى 26.5 مليون دولار. ولما نجمعوا مكافأة 2022 مع مكافأة 2026 كنلقاو أن المغرب وصل إلى 58 مليون دولار، وهو أعلى رقم بين جميع المنتخبات الإفريقية مقارنة مع المنتخبات الإفريقية. باش تعرفوا قيمة هذا الإنجاز خاصنا نشوفوا الأرقام ديال باقي المنتخبات. المنتخب المصري جاء في المركز الثاني بمبلغ 17.5 مليون دولار بعد وصوله إلى دور 16. أما منتخبات السنغال، الجزائر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الرأس الأخضر، كوت ديفوار، جنوب إفريقيا وغانا، فكل منتخب حصل على 13.5 مليون دولار مقابل مشاركته في البطولة. يعني الفرق بين المغرب وأقرب منافس إفريقي أكثر من 40 مليون دولار، وهذا الشيء كيبين الفارق الكبير اللي صنعه المنتخب المغربي. لماذا المغرب وصل لهذا المستوى؟ أكيد هذه النتائج ما جاتش من فراغ. السنوات الأخيرة عرفت استثمارات كبيرة في البنية التحتية وتكوين اللاعبين وتطوير مراكز التدريب، إضافة إلى العمل الكبير ديال الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وزيد عليها التألق ديال اللاعبين المغاربة في أكبر الدوريات الأوروبية والانسجام الكبير اللي خلقه المنتخب الوطني. هذا الشيء كامل خلى المغرب يفرض شخصيته عالميا وما يبقاش مجرد منتخب كيشارك، بل منتخب كينافس على الأدوار المتقدمة. ماذا تعني هذه الجوائز؟ هذه المكافآت المالية ماشي الأموال، هي اعتراف عالمي بالمستوى اللي وصل ليه المنتخب المغربي، كما أنها كتساعد على تطوير كرة القدم الوطنية وتحسين إمكانيات والاستثمار أكثر في الفئات السنية باش يبقى المغرب حاضر بقوة في المواعيد العالمية المقبلة. في النهاية المنتخب المغربي أثبت مرة أخرى أنه الرقم الصعب في إفريقيا، وأن إنجاز مونديال قطر ما كانش صدفة، بل بداية لمسار جديد مليء بالنجاحات. واليوم بعد ما أصبح أكثر منتخب إفريقي تحقيقا للجوائز المالية في آخر نسختين من كأس العالم، الرسالة واضحة: المغرب أصبح من كبار كرة القدم العالمية، والطموح ما زال أكبر في السنوات المقبلة. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تديروا لايك وتشتركوا في القناة دياز ماروك تيفي وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد.